بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ عايزين بس نوجه دعائنا لأهل غزة، واحنا لا نملك لهم إلا الدعاء. هنبدأ بقى مع بعض نجمع المانوال سكرين دي، تمام، على الخرسانة دي. فاحنا هنفتح السوليد، تمام، وهنفتح الخرسانة بتاعتنا. ادي يا سيدي الخرسانة. بص بقى يا سيدي، احنا هنفتح الاسمبلي بتاعنا، تمام، وهنحط فيه الخرسانة، تمام. كده الخرسانة بقت متثبتة، وهنبدأ بقى ننزل واحدة واحدة البيز. هنجمع وهنشوف المشاكل اللي هتقابلنا واحنا بنجمع، تمام. طبعا انا في الحاجات اللي هي مش محتاجة اي شرح انا هسرع الفيديو عشان وقت الفيديو بس. فأتمنى يكون في تركيز معايا ان شاء الله. في بقى ميد جديدة اللي هي الادفانسد، اسمها ويدز، تمام. ويدز دي فيه منها 3 انواع، في فري وفي دايمنشن وفي بيرسون وفي سنترد. سنترد دي انا بحب استخدمها بحيث ان هي تثبت حاجة بين حاجتين، تبقى في النص بالظبط. تبقى في النص بالظبط يعني. وهختار بيديني ويت سيلكشن، تاب سيلكشن، فانا هختار ايا كان بقى، ده الويتس او التاب، مش تفرق معايا ده. وبعدين بختار ده وبختار ده، بقى في النص بالظبط. هاجي اختار نفس الويتس ده تاني، وهبدأ اعمل الاتنين دول كده. دي بتسنتر لي المانوال سكرين بنسنتر لي البيز في النص، ايه، في النص بالظبط. تيجي بقى نقيس المسافة دي نشوفها قد ايه. المسافة دي 2 سنتي ونص. هنعرف المسافة دي إذا كانت كبيرة ولا صغيرة ولا مناسبة واحنا شغالين يعني. عشان اقدر اكمل من غير اي ان هو الشكل ده يضايقني، ممكن اعمل له ترانسبيرنسي كده، اللي ظاهر ومش ظاهر يعني، تمام. ال10 سنتي دي مسافة كويسة بحيث ان هي يبقى فيه لحمية لحام، ويبقى فيه مساحة ان ايه البار يكون موجود فيها يعني. هبدأ ان انا اعمل linear pattern. قبل ما اعمل pattern بس ممكن نعمل mirror الاول، تمام، للكومبوننت ده الناحية التانية، ونعمل باترن ما بينهم هما الاتنين، كأن ده سايد بيز أو سايد فريم وده سايد فريم. وبعدين أعمل باترن بقى. بس المسافة الأول من هنا لهنا عشان نقسمهم على العدد يعني. 930.
طيب ده الباترن. تمام. عشان المسافة تبقى مظبوطة بالظبط وكل السبيسنج يكون متساوي، هتبقى العدد 31 بار، والسبيسنج هيكون 303 تقريبا، اللي هي 325/10. دي مش تفرق قوي، بس يعني عشان تبقى ايه الدنيا متساوية في الديزاين يعني. بس وهبدأ ان انا اعمل سيف. انا على طول ان انت تعمل سيف اول باول عشان الدنيا ايه ما تروحش منك يعني. انا محتاج 2 بس، مش محتاج اكتر من كده، يعني 2 كويسين. بعد كده بنزل بقى الزاوية بتاعتنا. تمام. هتبقى هنا كده لحام، وبعدين هنعملها ويدث. تمام. طبعا كده انا محتاج البار يكبر، يبقى بتساوي دي. مظبوط. فانا هضطر اطول البار، ودي اول تعديلة، فهطوله بقد ايه؟ هنعمل كده ميجر من اول هنا، من النقطة دي لحد النقطة دي. المسافة دي قد ايه؟ 101. يبقى انا ممكن اطوله 10 سنتي مثلا ولا حاجة. تمام. اول حاجة تتعمل، أقوم جاي اعمل كده، يبقى ده 1300. ريبوت. بص كده، كده بقى تمام الدنيا، كده بقى مظبوط. دي بقت كام؟ المسافة دي بقت كام؟ 20 ملي. ودي 5 سنتي، ممكن نخليها 7 سنتي بقى، مش مشكلة. يعني ممكن نغير في دي، نزود 20 ملي ده من عندنا احنا. تمام. مش اوكي. بس كده الدنيا بقت لذيذة. تمام. ده الشكل اللي انا كنت بتكلم عنه يعني. هي تنزل هتركب هنا كده، فاحنا ممكن نخرم فيها بقى عشان تثبت في الخرسانة بالمسمار الأنكر اللي احنا قلنا ايه، اللي احنا قلنا عليه. طيب احنا هنقدم بس الميكانيكال المانوال سكرين دي هنا كده، بحيث ان هيبقى فيه مساحة هنا للطرف ان هي تركب فيها، بس مش هتبقى مشكلة قوي، مش هتبقى أزمة قوي، ولكن انا محتاج. فاحنا في هنا ميت، ده كده في الويتس ده. ايوه هو الويتس ده هن edit ايه. تمام. وهيبقى distance دي هتبقى 100 مثلا، ما بين ده وما بين ده. نعمل كده، كله هيتنقل معاها. بس هنا الهولدر، هنا التراف بتاعتنا او بتاعت الميكانيكال المانوال سكرين دي معمولة ان هي هترشق على الخرسانة، يعني معمولة ان هي تثبت على الخرسانة، فده بالنسبة لنا هيبقى ارخص وافضل يعني.
ولكن هيكون في مشكلة ان هي مش هتبقى ثابتة على حتة واحدة، دي كده تبقى رافعة 6 ملي، فهنحتاج ان احنا نحط زي بليت هنا صغيرة تثبت عليها يعني. ممكن نعملها. طبعا هتتثبت في الخرسانة فهتتخرم، ممكن نخرمها واحنا جوه الخرسانة يعني. كان 4 ملي، فهتبقى 4 ملي. ونخش بقى نعدل فيها جوه الأسمبلي على طول. طبعا طلعت صغيرة جدا. بالمناسبة عشان تعمل الميت ما بين الترانسبيرنت بارت وأي سطح تاني، لازم ترانسبيرنت بارت ده ما يبقاش ورا حاجة كده. كده بص، هو كده اختار الايه، الترف. كده اختار البار، لازم يكون ايه في الفراغ كده عشان يختاره. تمام. والاتنين هيبقوا اصلا نفس العرض، مش تفرق معايا ان انا احطها كده. وعايز بقى الاتنين دول يبقوا لحام في بعض. ممكن كمان ما تثبتوش في الخرسانة، يعني ممكن ما تثبتش دي في الخرسانة، تتلحم هنا وخلاص يعني. تمام. انا عايز اجيب البارت ده، بدل ما اعمل بقى insert component ممكن ادوس كنترول واطلعه منه على طول يعني، وتعمل الميكس بينهم بين بعض، يبقى ايه الاتنين مع بعض يعني. التخانة كانت 6 ملي، فهنخلي التخانة 6 ملي. بعد كده هبدأ ايه، احط الطرف دي. بس عشان الراديوس طبعا مش هيخبط، فيبقى بعده مثلا 2 أو 5 ملي ولا حاجة. الطول ده، العرض ده مش هيفرق معايا، الطول هو اللي ايه محتاج يطول شوية، فهنحتاج نطوله شوية. تبقى مثلا متر أعتقد في تداخل، ممكن نخليها 980 مثلا، أو 990. نقلل 10 سنتي، نقلل 10 ملي أو سنتي يعني، يبقى سنتي من كده تمام. كده بقى شكلها حلو وظبطت على الايه، على الشكل اللي احنا عاملينه. ولكن في هنا مشكلة، حصلت مشكلة في الفلانج. نخش بقى نعدله جوه، أحسن جوه البارت نفسه. ده برضو يبقى 50. ما هو مكانش مظبوط مع بعضه يعني، فهنعدل كل واحد لوحده. هنبدأ نعدل كل ريدج فلانج لوحده.
دي من المشاكل اللي ممكن تواجهنا في ايه في التصميم يعني. تمام، احنا عملنا زودنا الطول، وبالتالي ده الباترن ده هنحتاج ايه نعدله يعني. هو ده بس، ده اللي هنحتاج نعدله. هنزود العدد. تمام، يعني لحد ما يكون مظبوط، مفيش مشكلة. في بقى حاجة هنا هنحتاج نعملها، الهاندل بقى، اقصد الهاندل اللي همسك بيه. ممكن اجيب الماسورة والحمى هنا احسن بدل ما اخرم. فنعمل نعمل ماسورة كده. ممكن نصغر كمان احنا براحتنا هنا في السكتش ده. نخلي ده 20 مثلا، ونلغي ده. نخلي التخانة 3 ملي. 3 ملي كتير، خليه زي ما هو كده. طبعا انت بتشوف برضو المواسير اللي موجودة في السوق بتشتغل عليها. وكل ما بتعدل بقى في الأبعاد أكتر، كل ما تظبط معاك أكتر يعني. تمام. والماسورة دي هتكون ستانلس برضو، عشان هتتعامل مع ايد العامل على طول. ودي هتبقى التراف هاندل. خدت ده واعمله بارallel لده عشان يبقوا الاتنين زي بعض بالظبط. ده كده بيفضل يتحرك يمين شمال. فأنا ممكن أعمله مسافة سنتره، وأخلي المسافة دي مثلا 200، وأشوفه هيبقى عامل ازاي. هي 175 كويسة. تبقى تقريبا تبقى بالظبط. أعمل ميرور على طول بقى بالنسبة للطرف. بعد كده بقى ننزل الراك البايب بتاعها. طبعا هتاخد خط الحال.
ونديله مثلا dimension 2 ملي سماحية مثلا. بص كده بقى فيه مشكلة. كنا متفقين على spacing 20 ملي صح كده؟ الspacing ده متحققش، فاحنا محتاجين نشتغل دي، نعدل فيها بحيث ان هي توافق الspacing اللي احنا عاملينه اللي هو ده. لو جينا قسناه يطلع 20 ملي والبار 10، فهناخد ده كده نعدله تاني. كده بقت تمام. نعمل سيف ونبدأ ان احنا نبص جوه الاسمبلي. يعني لما تيجي تعمل ميت بقى هنا كده مثلا، وهتعمله طبعا ويدز ما بين ده وده مع البارة دي والبارة دي، هيظبط بقى كله هيظبط مع بعض. تمام، هو ده الديزاين اللي انا بقولك عليه. تمام، دي طبعا مش تبقى coincident. اخر ميت احنا عملناها جيت عملت كده، دي كده غلط، هندلتها. هاخد السطح ده خليه، يعني انا هخلي البار يبقى بارلل للسطح ده، ولازم يبقى بارلل لان انا اصلا عامل سماحات 2 ملي، فما ينفعش يبقى كونستنت، ما ينفعش يبقى عليه. تمام، فكده بقى عليه. جميل بقى، يطلع ياخد الزبالة. تمام، ويقوم جاي ايه رميها هنا كده، يرميها هنا كده، العامل طبعا اللي بيعمل ده، ويقوم نازل. جميل، ويقوم نازل هنا كده. فطبعا انا عايز بقى ايه، عايز اعمل عايز اعمل ميت ما بين تحت. انا مش عايز اسيبها في الفضا كده عمالة تطلع وتنزل في الفضا. فانا هعمل ايه، هاخد السطح ده مع ده هيعملوا لي كونستنت. لا انا مش عايزهم كونستنت، انا عايزهم من اول 1000، من اول تبقى advanced mate advanced ايه mate. فكده من اول 0 لحد 1350. ده الشكل للديزاينز يبقى اخرها يعني. طبعا 1350 ده كتير اصلا، فانت هتيجي تعمل كده تبقى 1200 مثلا. كده تمام. بس يبقى كده المانوال سكرين بتاعتنا بقت جاهزة ان هي ايه نعمل لها شوب درونج عشان تتصنع. هتقابلك مشاكل في التصنيع، هتقابلك مشاكل في الموديلنج، هتقابلك مشاكل في الاسمبلي، هتقابلك مشاكل في زي ما قابلتنا مشاكل كده بالظبط. فاحنا بنحاول نتفاداها على قد ما بنقدر، وبنحاول نعدلها جوه الايه جوه الاسمبلي. في هنا حاجة ناقصة، وهي ان احنا هنخرم هنا كده، فاحنا هنعدل، ناخد ده كده نedit
طبعا هتخرم في الخرسانة بالهيلتي. نطلع كده نعمل سيف وبس كده، كل حاجة زي الفل، كل حاجة تمام، جاهزين ان احنا نعمل شوب درونج. هنعمل شوب درونج الفيديو الجاي ان شاء الله. لا تنساش انك تعمل سبسكرايب في القناة ولايك وشير للفيديو. شكرا.